السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولوا اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. دلوقتي دي قناتي الجديدة، بنقول بسم الله كده مع بعض، واللي يتابعني ما ينساش يعمل لي لايك واشتراك للقناة للي أول مرة يتابعني، عشان دي أنا هنزل فيديوهات جديدة على القناة الجديدة دي. انا عامله قناه تانية للتورت والجاتوهات وعليها مشتركين، يعني يجي 1000 وشويه. فانا محتاره بصراحه، اني كنت محتاره ان انا انزل فيديوهات الروتينات، وانا حابه اعمل روتينات للبيت وكده ويومياتي ومع التورت والجاتوهات. بس انا كنت محتاره اعمل قناه جديده لليوميات بتاعتي والروتينات، ولا اعمل الروتينات دي مع التورت والجاتوهات. بس بعد ما توصلت وجيت في الاخر بقى قلت ايه، طب ما ابتدي كده والاتنين يكبروا مع بعض، دي صغيره ودي صغيره، فان شاء الله كده ربنا يكرمني ويكبروا هما الاتنين مع بعض. بس ما تنسوا يا جماعه تعملوا لي لايك واشتراك للي اول مره يتابعني، عشان اتحمس كده واعمل فيديوهات هنا وهنا، وربنا يرزقنا جميعا. انا اسمي دينا، من هواياتي التورت والجاتوهات والاعمال الفنيه عامه. كنت الاول كنت بحب اعمل يعني حاجات خياطه وكده، ولقيت الموضوع يعني مش ماشي شويه، فحبيت ان انا اغير وتعلمت التورت والجاتوهات، والحمد لله عامله جروب على الواتس وعليا اقبال الحمد لله. يعني ايه، واحده واحده كده مع بعض، بس ربنا يجعلكم سبب ليا ان انتوا تدعموني واكبر بيكم ان شاء الله. انا كده المطبخ بتاعي زي ما انتوا شايفينه في الاول كان عامل ازاي، وحبيت ان انا انضفه معاكم، وخلصت المواعين كده شطبتها كلها وبغسل الحوض. ودول كنت عند اختي في بنها، هي فاتحه محل صابون يعني منظفات، فادتني ازازه الصابون وازازه فينيك وايه فبوريهم لكم يعني، وازازه الفلاش دي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي اللايك، عشان انا نفسي يعني ربنا يكبر بخاطري في القنوات دي، وابتدي معاكم شغل واتحمس، لاني الحياه صعبه جدا وظروف الحياه صعبه جدا. فربنا يجعلكم سبب ليا كده، ان ربنا يكرمنا ويوفقني، ان ربنا يجعلها باب رزق ليا، القنطين دول يجعلهم باب رزق ليا. انا عارفه مش في يوم وليله هيكبروا، بس ربنا يعيني وربنا قادر وكريم ان هو يكرمني من القناتين دول يعني باذن الله. انا كده خلصت وشطبت الحوض كله. النهارده كان يوم الجمعه، فقمت بدري كده وخلصت المطبخ. ان شاء الله ابقى اعمل لكم روتين في المطبخ كله بقى، في تنظيف الظرف وكده. وخلصت اهو صفيتهم كده على البوتاجاز، وهبتدي بقى ايه انضف الرخامه زي ما انتم شايفينها كده. الرخامه مكركبه معايا، كل ده كان قبل الصلاة. فأنا بقى إيه بشيل العلب دي اللي هي بتاعة التوابل، لأن كنت بقالي فترة ما كنتش موجودة، كنت عند أختي في بنها، فكنت تعبانة شوية. كان عندي دور كده، ادعولي يا جماعة من الدور ده إن يعني ربنا يشفيني منه. عندي أنيميا، والأنيميا عندي 8، فتعبانة جدا، مفيش جهد أقوم، مفيش جهد أتحرك، على طول تعبانة. فكاتب لي الدكتور على محاليل ان شاء الله. انا كنت خايفة بصراحة اركب محاليل ولا اخد دواء. قال لي هو عندك اختيارين، اني تاخدي محاليل او تاخدي برشام، بس البرشام هيقعد مدته هتطول جامد، اما المحاليل ممكن تنجز معاكي. و8 دي صعبة قوي، كتير جدا عشان ما توصليش لدرجة ان انت تعلقي اكياس دم. فالحمد لله على كل حال. فانا ربنا يعيني ويقويني. فكنت عند اختي يعني بتعالج، لاني كشفت عند دكاتره هنا كتير. كانت الحراره عندي على طول 15، كانت على طول كل 15 يوم بتجيلي حراره، فطلع عندي صديد نسبته عاليه جدا، وهي اللي بتسبب الحراره دي. فكتب لي على مضادات حيويه وكده، وقعدت
يعني اخلص 3 حقن، وبعد كده كتب لي على تاني مضاد حيوي، وعملت تحليل تاني فطلع نسبته عالية، ورحت عملت اخدت مضاد حيوي تاني، وبعدين بعد ما خلصت عملت تحليل طلع برضو نسبته عالية تاني. فالمهم ايه، رحت قلت لا انا مش هاخد مضاد حيوي، انا اعمل مزرعة واشوف ايه نتيجة التحليل يعني الميكروب ده، عشان اقدر اخد مضاد حيوي ليه واختصر يعني الطريق. فالحمد لله، يا ريت تدعولي لكل يتابعني لحد هنا، ويعني يدعيلي من قلبه بجد، لاني انا يعني محتاجة دعاء الناس بصراحة. كده خلصت هنا، وهنا برضو ايه، وقفلت الكاميرا ورتبت هنا. فما كنت مش موجودة كان ابني بقى قاعد بقى لوحده كده، ابني في ثانوية عامة، ربنا ينجحه وينجح اللي زيه يا رب. فجيب بقى لقيت الدنيا مقلوبة بصراحة. فانا كده غسلت المواعين وغسلت البوتاجاز والرخامة وكده وكنست الارض. بس كده في يوم تاني بقى هوريكم المطبخ بتاعي، هو صغنون شوية، وابقى انضف بقى من جوه ومن بره وكده، ونعمل روتينات كده، ربنا ييسر الحال، وتبقى القناه دي وشها حلو عليا يا رب يا رب، تبقى وشها حلو عليا. هنا بقى ايه، خلاص هنا بعمل الفطار، عشان هنا بقى ابتدت صلاة الجمعة. فقلت بقى عقبال ما اعمل الفطار واحضره يكونوا هما طلعوا من الصلاة، جوزي وابني يكونوا طلعوا من الصلاة، عشان نفطر بقى وكده ونبتدي يومنا ان شاء الله بإذن الله. هنا بقى كان في كيس فول كده انا بحطه اهرسه كويس جدا، وبتاع عصرة ليمونة كده. وانا عامة بحب ان انا اسخن الفول حتى لو هو جاي يعني في الصابح وكده، بس هو بس انا بصراحة بقى كسلت ان انا يعني اسخنه، قلت بقى احطه كده، ويعني هو كان دافي يعني بصراحة، مش بارد قوي يعني. وهنا علبة تمر برضو قلت بقى احط منها، جبتها عشان خاطر الانيميا وكده. فقلت بقى بحب ايه، لما بشرب لبن ما بشربهوش من غير سكر، فبحب اكل مثلا بسكوت او تمر او اي حاجة من دي، اعمل بقى ايه، احط لهم هم السكر وانا اعمل كوبايتي من غير سكر. بس كده انا بحب عامه اشرب المشروبات، اذا كان شاي لبن، اي ينسون، كمون، يعني ينسون، حلبة، اي حاجه من دي بحب اشربها من غير سكر. بعتمد بقى على الفواكه، بعتمد على الحاجات الحلويات كده يعني. ودي كده يبقى كده خلاص الفطار جاهز معايا. وما تنسوش يا حبايب قلبي تدعموني والقناة تكبر بيكو ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناة اللي اول مرة يتابعني. وهنا سلقت 3 بيضات كده، والفطار بتاعنا هيبقى جاهز، وجمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. وبصلاية كده عشان تقوي المناعة شوية، والفطار جاهز كده. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.